ورجعنا لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم زي ما شفتوا في العنوان رح نجرب اغرب السناكات التركية. واليوم معي كمان مع مين؟ مع ميرا ومع كرموش. كريم كرموش. طبعا اليوم جايبه للاولاد سناكات ولا مره جبناها من الماركت، مع انه احنا لنا فتره طويله هنا، بس طبعا حتى لو انتم شفتوها في الماركت اصلا نفسكم مش حتختاروها، مش حتجيبوها، لانه احنا عاده دائما متعودين من واحنا صغار على الاشياء اللي احنا تعودنا عليها او الاطعمه اللي متعودين عليها نجيبها. فانا جبت اشياء يعني غريبه، فاهمين كيف؟ انا ماما بتقول لي جبت هذا وهذا وكذا كذا، الموضوع مش داخل ببالي. يعني اكثر شيء استغربت منه هذا الشيبس اللي بتعمل عسل. كيف شيبس بتعمل عسل؟ مش بس عسل، انا ترجمته اسمه، حنترجم هلا كل شيء. طبعا هذا تركي ما بنعرف نقرا تركي. هذا شيبس بطعم العسل ومعاه خل، يعني اشياء مثلا اطعمه شيبسي مش زي شطه وكاتشب واشياء زي هيك، اشياء بسكوتات وكيكه وشوكولاته واشياء يعني ولا مره بتتخيلوا ان انتم تجيبوا الاطعمه هذه، فحنجربهم معكم ونقيمهم. شوي بدي احكي لهم شيء. يعني مثلا احنا دائما بالعاده بنجيب بسكوت بطعم الشوكولاته، بطعم الحليب، طعم العنب. معقول يكون طعم عنب؟ ما بعرف. طب يلا ميرا بلشي فيه. بلش فيه؟ بلشي فيه يا ميرا. يلا الشيبسي. لا بنبلش في العنب. طبعا في الشتاء فيش عنب، فان شاء الله هذا بيسد عن طعم العنب، بسلي لكم اياه دائما. هذا اذا عجبني يعني. شو يفتح مبين على فكره بسكوت فكرة هو مليان، مبين ايش فيه كذا واحد. ايوه نفتح بس واحد. حنفتح واحد طبعا مش لانه حنفتح. يمكن اصلا ما يعجبنا، فخلينا اسمعي انا اتغلبت، خذي افتحي. رح طبعا تفتحوا هلا ونجربه وبدنا نقيمه ونشوف هل انه طعمه عن جد في عنب ولا بس بنحطوا شغلات هي مناظر عشان يجذبوا هذا. مش مبين في عنب، هو مش مبين. شكله قبلنا غريب. هيو مكسور. لا مش عنب، بدي مربينا شوكولاته. ما بعرف، خلينا ندوق شكله. بالنسبه لريحته قمح. ليه كده بحسك قرفان؟ شوفوا انا بقول هذا عنب، بس ماما بتقول انه هذا شوكولاته، مش عارفه. لا طعمه طيب بس مزاكي يعني، بس مش طعم العنب. لا انا بحكي مش طعم عنب. هو مش طعم عنب. كذب. مش كذابين، يمكن ميرا في اشي هيك بوحي انه طعم العنب، ما بعرف، بس انه حسيت لا هاي الشوكولاتة يعني اللي جواها كثير قاسية، فما عجبني كثير. يعني ما عجبك. هو كل كمان لقمة هذا على فكرة والله العظيم في طعم عنب. عاد هو حبيبات الشوكولاتة فيه هيك مش كثيرة، في الاخر لما دخلها يعني طلعوا بس هذه فيه 3 حبات مبين من الشوكولاتة، مش مبين على الكاميرا. اللي بحبش الزبيب زي يعني بنصحوش، يعني بقيمه 4 من 10 بصراحة. قديش بتقيميها ماما؟ انا بقيمه 5 من 10 زي مع الشاي هذا. وانت يا كريم؟ 4 من 10 عشان في زبيب. انا 5 من 10، يعني مميز طعمه، يعني مش سيء. طبعا هلا حنبلش بالشيبسي، خلص انا بسكوت فحنغير. طبعا انا هان مرسوم شغله ما بعرف شو هي، بدنا نتاكد عشان ايش نترجم. انا فاتحه المترجم طبعا عشان اترجم اشوف اتاكد من طعم الايش. بس جريده طعم الزبادي. ايش؟ طعم الزبادي والخضروات، يعني هذا يا جماعه لبن زبادي. تخيلوا شيبسي بطعم الزبادي. معقول يطلع زاكي؟ ندوق مع بعض نشوف. ريحته غريبه. ذوق يا طيب. كريم، ذوق يا ميرا. جد ريحته غريبة. ريحته كثير غريبة، ريحته مبدئيا غريبه. وشكله كيف شكله؟ بتعرفوا شو ريحته؟ عن جد والله لما تركزوا فيه ريحته خضروات، ريحه بصل وسبانخ. طعمه فخم. عجبك يا كريم؟ على فكره شم ريحه ريحته حلوة. سبانخ كانه مش اشياء زي سيئة، هيك. احنا بنشيل بس بتطلع ريحتها سيئة كثير، بس خلينا ندوق. والله حامض. طعمه فخم. طعمه عن جد لبن حامض. أنا عجبني كثير هيك كمان. والله فخم عجبنا. بتعرفوا ولا مره جربت اشتريه، ما بشتغلش بس اللي بطعم الشطه دايما اللي انا متعوده عليها. طعم شطة، اولاد بيشتروا كاتشب اشياء زي هيك. صراحه انا عجبني هذا، بعطيه 8 من 10. قديش تعطيه كريم؟ 9 من 10 كثير انت يا ميرا. ميرا شو بتعطيه 10 من 10؟ انا لسه ما دقتش كويس. كل هذا ما دوتيش يا ميرا؟ قديش انتوا بتعطيه؟ انا 8 من 10. 8.5 من 10. وكريم عطاه 9، حتى لو ولا حاجه اخذت معنا 10. هذا هذا كيكه بالعنب والتوت. بالعنب والتوت. لا ما في عنب. توت. خلينا نتاكد بس هم ايش كاتبين، لانه دائما احيانا الترجمه بتكون ايش مختلفه شويه، فبدي اتاكد ايش في الطعم. نكهة كده زاكي هذا الشيبس، زي حامضة اشي. كاتبين طعم صلصه توت الغابه. توت الغابه هذا هي التوت مختلف، هذا توت الغابه. مش توت عادي، هو كيكه بس بطعم هم حاطين التوت. انهم توت بري هنا. هو كيكه بطعم التوت.
شاء الله تطلع يا طعمها زاكي. انا مش هفتح حاجه. هذا افتح، هذا نجرب. خذ يا كريم. كريم حاسة طعمها تطلع زاكي. تعال تفتح. يلا يا كريم. خيرا امسكي. هذا حبيبات كيكه كل واحد لحال يعني. امسكي يا ميرا وانا اخذ واحدة. يلا نطيبها. يا جماعة شكلها، حاسة شكلها طلع بيجيش قد اصبع هيك ايدي. على شكل قلب تقريبا. طبعا هفتحها انا ونص نشوف صغيرة قد اصبع. اذا فيها توت. ما فيها شيء جوا. لا فيها. يا من عندك يمكن. هي التوت. فيها توت جوا. هي غريبة، حامضة حلوة. يعني الكيكة طعمها حلوة بس التوت اللي جواها حامض. مش عارفة كيف ظبطهم مع بعض. والله فخمة. أنا عجبتني، حشتريها ثاني. هي زاكية بس مش عارفة كيف حامض مع حلو. مش عارفة. أنا بحكي حشتريها ثاني. كنت كل ما أشوفها أقول إنه التوت حامض والكيكة حلوة وحاسة الميكس غريب، بس أنا بالنسبة إلي أقول لكم هذه أكثر واحدة عجبتني، 9 من 10. دي بتقيمها يا كريم. يعني انا ما بحب الحامض والحلو مع بعض فاقيمها 7 من 10. عن جد؟ وأنت يا ميرا؟ 9.5 من 10 إنه أنا حبيتها زي ماما. ما حبيتها كثير. يعني خلينا قلب على نجرب. 9.5. نجرب يا ميرا في نجرب بسكوت ولا كيكة؟ في كيكة. أنا جربنا كيكة عما، خلينا نجرب حوالات الشوكولاتة. شوف هي بطعم ليش؟ أنا هذه مطلية بالشوكولاتة. طبعا هذه عادي يا حبيبات شوكولاتة عادية يعني كي تقولوا إنه شو الغريب فيها؟ بالعربي. ما بشوفها كنت في غزة عندنا في فلسطين يعني في الدول العربية ولا أنا. فأنا إجى على بالي أجربها وبدي أشوف يعني شو بطعم الإيش في مكتوب بالضبط. بالحليب بالعربي هنا. هي مكتوب عليها بالعربي مش غريبة. عارفة كيف. بدي أشوفها ترجمة يمكن كيف بطعم الإيش. إنه هاي إنه في عنا هنا سوريين فيمكن هاي جاي. مكتوب عليها لفقر الدم. إيش؟ والله ايش هذا؟ كيف شوكولاتة اللي مكتوب عليها كريسبي. كريسبي. لا يا ماما كريسبي مدلي شوكولاتة. الترجميش خلينا هيك لأنه حاساها حتطلع غريبة. هذا بدهم مص. هذا بده يجرب. مش جايب كيكة. خذي هذا بجرب احكي لنا رأيك. طبعا آدم يا جماعة معانا بخلف التصوير جرب كل شيء. طبعا آدم وإحنا عن جد ما جربنا ولا إشي قبل هيك في تركيا من الأشياء هذه. بدك تحكي الصراحة. حطوط. امسك ندوق. عجبك؟ يلا دوقي. عجبك يا آدم؟ خلونا نسيب آدم هلا ونجرب هاي فتحت. بس خليني أحكي لنا رأيه قديش تعطيها من 10؟ لأنه آدم دايما بيقول لي بحبش الأشياء الحامضة فبدي أشوف عن جد حبها ولا لا. 9 من 10. يعني حبيتها. حلوة. خلينا نجرب. حلو بس التوت حامض شوية فيها. خلينا نورجيهم إياه بالأول يا ميرا. شو غريبة. من أول ما فتحت توقعته حسيت كثير زاكي ريحته، يكون بالمنظر. فشميت فأبدا ريحته ليست مطمئنة. ريحته غريبة عن جد. مكتوب ريحة عليها حليب كثير قوية على فكرة. هذا مفيد. هو مكتوب عليه هو فقر الدم. فقر شكله كثير فيه حليب بس خلونا ندوق. هو كرات شوكولاتة عادي على فكرة. حاسة اورجيكم اياه أنا لحظة مش اورجيكم مطمن اياه. من الريحة ايوه بصراحة. زي هيك. كرة شوكولاتة. بس ايش؟ هيو بس ريحته خلينا غريبة. ندوق. خلي الواد يجربه. جربوا منها. طيب ماشي. عامل زي اللؤلؤ اشوفه. والله عمري حايدها. وأنا كمان. توقعتكم يا ولاد تكونوا مجربينه بالهيك. سيء. مش مقبول. 1 من 10. ميرا قديش بتقيميه؟ ما عجبنيش كتير يعني هو زاكي بس أنا ما بحب الحليب أبدا طعمه فيه شوية حليب. في كثير حليب. طيب قد ايه بتقيميه؟ فبقيمه 5.5 من 10. انت يا انا لما دقت نص الحبة حسيت ما استطعمتش كويس فبنصحكمش بس تدوقوا ونتفوا وما تكملوش. انا لما كملت عجبتني بصراحة فبقيمها 6 من 10. لا انا بقيمه أنا تقريبا 5. 1 أو 2 ما عجبني يعني. أنا ما على فكره هو عجبنيش كثير برضه. في الحليب ظاهر وكثير حلو. أنا لو مش في حلو. ناس بتحب الاشياء الحلوه والحليب على فكره ممكن يعجبهم. على فكره ادم هذا حساها كثير حيعجبه لانه كثير ادم من عشاق الحليب. خذ دوق يا ادم. والشوكولاتة بالذات. حساه حيعجبك كثير يا ادم. احكي لي رايك في الحليب. قبل ما ادم يدوق يعطينا رايه. حنشوف الشيبسي هذا حسب ما انا شايفه مرسوم عليه نعنع. شوف شايفين يا جماعه مرسوم عليه نعنع بس برضه بدي اترجم واتاكد لانه ممكن يكون مرسوم عليه نعنع. بس بدي شويه اميره. 5 من 10. 5 من 10. توقعته يعجب لانه مش حلو كتير. الزبادي والخضروات. الزبادي زيت النخيل والخضروات والاشياء هاي يعني هي بالخضروات يعني كل الاشياء نعنع الخضراء. خضرة. ما راح نجربه يعني شبه هذاك يمكن يكون اللي دوقناه قبل شويه كثير كان لا هذا لذيذ. مختلف. لا بس هذا لونه مختلف حتى الطبق شكله كيف مختلف.
هذاك كان هيك يعني الشيبسي تبعته مش زي هيك. هذه بطاطا رقيقة. ايوه بالضبط. خذي يا كريم جرب. هذه بطاطا رقيقة، اما هذيك يمكن كانت خميلة وشكلها غريب. دي شكلها مختلفة. عجبني. غريبة انا عمري فكرت اجرب الاشياء هذه اللي بحسها غريبة، بس لما جربتها حاسة ان انا حصير اشتري من الشباسي هاي، وهم مش انها مش مقاطعة يعني. هنا يعني كثير في بدائل في تركيا للاشياء المقاطعة. كيف؟ ما عجبني كثير. مين قصدك الشيبسي الاولاني ولا هذا؟ حبيت هاي التفاح. وانت يا ميرا؟ هذا استوى وكثير عجبني. انا عجبوني الاثنين بصراحة، نفس الاشي تقريبا. التقييم؟ بس تقييم برضه هذا بقيمه 8 أو 9 من 10. هو لذيذ بصراحة. انت يا كريم؟ 1,000,000/10. 10 من 10 لانه كثير حبيته وحاعتمده كمان. طيب كثير عجبكم الشباسي الاولاد. حنجرب هلا شوكولاته طعم المشمش. غريب. طبعا يعني اشياء غريبه انه نحن نشوف شوكولاته طعم المشمش، ممكن يكون في شوكولاته فيها فراوله فيها حليب، بس الشوكولاته بطعم المشمش، والمشمش دائما بيكون حامض فبرضه حتكون حامضه حلوه. هاي شوكولاته بطعم المشمش زي ما قلت لكم. خذي يا شفنا كريم. كرتونة عشان ندوقها فخلونا ندوقها. هي شكلها كيف؟ نفس فطن. بس عادي يعني طلع حامضه. ممكن انت ما تعجبكيش وبقيت عشان العيله كيف؟ تعجبها بتاكل منها. استطعموا فيها على فكره، اول شيء بتلاقيها حامضه على طعم ليدن، والله طعمها ليدن. شوكولاته غريبه، هذه بتشربش مع القهوه. طيب الشوكولاته حلوه بس انا عجبتني كثير. وانا بما اني بحب الاشياء الحامضه. هذه 10 من 10. اللي على بالي اكملها من كثر ما حبيتها. هذه بحس نضل لو دقها وادم مش حتعجبهم بالمره، لانه هي اصلا طعمها حادقه كثير، وبس طبقه الشوكولاته رقيقه فهي طعمها حادقه اكثر. كيف يا كريم؟ ما عجبتني 3/10. طيب حاسه انه كريم مش حتعجبه. هذه للناس اللي بيحبوا الاشياء الحامضه بنصحهم يجربوها. انا بالنسبه لي 10 من 10. 10 من 10. طيب هذه الكيكه طبعا مش غريبه، بس هي على شكل قلب، عشان هيك انا حسيت شكلها غريب. يعني شو عادي كيكه. هي طبعا هذه عمري شفتها انا اصلا في فلسطين ولا في الدول العربيه. المهم هي كيكه على شكل قلب وبطعم الفراوله مع الحليب، يعني شيء مش غريب، بس انا جاي عم اجربها لانه كمان شكلها حلو. خذي يا ميرا افتحي هذه، خذي كريم افتحها لي وانا بدوق معكم. قبل ما تاكلوا منها يعني ورجوهم القلب قبل ما تقسموها، يعني كيف بكون شكله. ورجوهم يا كريم القلب. بصوا القلب ازاي بكون. واو فخم شكله. القلب لونه ابيض كده اهو. ايوه. هات لي هذا جربه، يعني من جوا فراوله ومن برا حليب مرسوم عليه نبض. ورجيهم يا ميرا كيف شو محلاه؟ ريحتها بتجنن عن جد من جوا بتشموا كيف ريحه فراوله اول ما تفتحوها. كثير فخمه ولا غلطه. خلينا ندوق. كيف يا كريم؟ هو العرب بيستحقوا يكون عندهم زي هاي الكلمة فخمة. طيب هو لك كريم العرب يستحق يكون عنده زي الكيكه. المهم ولا غلطة فيها. عن جد فخمه. هذه برضه 9 من 10 او 10 من 10، انا حبيتها كثير. طيب هلا خلينا 9/10. الدوب. خذ. انا حقيمها 10 من 10. طبعا لما اعطيناش قدم حيزعل منا فلازم نعطيه اول باول. مادام دوق هاي الشوكولاته قولي كيف طعمها. بدنا نعطيه الشوكولاته هذه حامضه دوق. بس ما اظنش انها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا لازم يسمي قبل ما ياكل اي حاجه، قبل ما يعمل اي شيء. هلا الشيبسي هذا طعم العسل مرسوم عليه عسل، بس انا اهم شيء ترجمت عليه بصراحه مكتوب انه عسل مع خل. خلينا نجربه لانه عسل مع خل. انا بصراحة مع خل بطلت مطمن انا بصراحة. ريحته غريبه، ريحته زعتر. هو عسل مع خل وريحته زعتر، حتى لونه زي الزعتر. صراحه حلو؟ مش حكذب عليكم، طب استنى يا كريم نجيب. انا مش مستغربه انه في شيبسي بطعم الخل. كيف شكله؟ لا شيبسي بطعم الخل دائما موجود. بس انه معاه ميكس عسل حسيته اشياء حيكون غريب. حتى طعمه غريب صراحة. أنا بالنسبة لي اسمع بديش أقيم، أول شيء خلي كريم وأدم يقيموا. كريم وميرا. كريم ما بديش تقيمه. خلاص هاكل عشان اصلا عم كويس. بدي ميرا. شوي باكل. خلص الباكيت وبعدين نرجع لكم. قيمي يا ميرا. 10 من 10. أنت يا كريم؟ أنا عشان ما بحب الأشياء اللي زي هيك تكون جاي على ريحة زعتر وكده. حبيت طعم الخل كثير فيه. الخل يا جماعة فيه حسيت طعمه غريب شوفوا فقيمة فيها الخل صراحة 4 من 10.
انا بقيمه 7 من 10. صراحه هو ذاك طعمه، بس في شيء هيك في اخر طعمه لما بتاكليها كلها في شيء طعم غريب صراحه ما حبيته كثير. هم ما عجبوا بس هو منيح يعني، لا منيح هو طعمه عشان في ملح هيك منيح. بس الشباسي اللي قبل كانت اطيب منه يعني. الشباسي اللي قبل اذكى، بس انا حبيته انه خلينا نكهة ندوقها. الخل. طبعا ضايل عندنا اخر 4 شغلات. بسكوت بالزيتون بطعم الزيتون، الصراحه ولا مره جربنا بسكوت طعم الزيتون. كيكه بالفواكه، كيكه بطعم كل انواع الفواكه. وهذا زي هذا ملبس جيلي. أو جيلي. جيلي تقريبا بالتوت والفراوله، هذا مش شيء غريب يعني، بس احنا ولا مره جربناه. طبعا هلا حنجرب هذه. انا مش عارفه هذه عامله زي هيك الصندوق، شوفوا هيك هذه رسمتها شوكولاته بالبندق، مبينه شوكولاته بالبندق والعسل، ولا مره جربناها. لا مبينه بالكراميل، مبينه. كريم طبعا متحمس يفتحها من قبل الفيديو. مبينه انها بالكراميل والبندق. اساعدك يا كريم مش طلعها. بالعسل زي ما بتقولوا. شوفوا شكلها ما احلاها. خلينا نطلع واحده ونشوف كيف. ندوق. طلعوا من تحت هيك كراميل مبينه لونها اورنج، ومن فوق نجمه. يلا كل واحد ياخذ واحده ويقيمها. بسم الله. جواها حبه بندق كبيره. طلعت نوجع على شوكولاته وجواها بندق. لذيذه صراحه حبيتها كثير. مين قد ايه بتقيميها؟ 10 من 10. وانت يا كريم؟ بصراحة طعمه كثير لذيذ وداخل على نوجة ف9 من 10. كانت بتحبش النوجا. أنا انا بحب، وانا بحب النوجا، فانا حاعطيها 9.5 من 10. لحتى الان ما دقتش حاجه احسها 10 من 10. من الآخر انا حكيت على حاجه 10 من 10. اه حكيت على الشوكولاته هذيك اللي في المشمش، بس مش لهالدرجه يعني، ما بتستحق 10 من 10 مش لهالدرجه. خلينا نجرب هذا. انا قاعده بفتح من غير ما اورجيكم اياه. هذا بسكوت، هذاك كان بطعم العنب، هذا بطعم الزيتون. صراحه ولا مره اشتريت بسكوت بطعم الزيتون. طب هذاك كان هيك في طعم زبيب اللي هو عنب مجفف، هذا شو بده يكون فيه؟ عن جد بدنا مجفف. ما بعرف. في زيتون مجفف؟ لا شو اسمه هذا مجفف؟ هاتي افتحه بالله. اخترع. هذا بسكوت نفس مربع. الشكل على بعرف فكرة. إن هذاك مدور. على فكرة زيتون بيتزا بتلاقوا فيه. لاحظت معقول؟ انه الاثنين نفس الشكل. خلينا نشوف ريحته. ريحته الزيتون اقسم. تعرف الزيتون الاسود والله كانك المفروض ماسك يكون كبشه فيه. زيتون. المفروض يكون في زيتون بيتزا. لأنهم غمسينه بزيتون استنى. ومطلعينه. امسكي كريم جرب، مسكي ميرا جربي. هذا معمول عليه بزيت شكل بزيت زي الزيتون. شكل شجرة. معقول بزيت الزيتون؟ هيا من لونه معمول بزيت الزيتون. والله العظيم ريحه زيتون ريحة كثير زيتون. يعني، مش انه ريحه زيتون خفيفه، ريحه زيتون قويه لو يعني زيت. تشمها هتنصدم، ريحته زيتون. عجبني. عن عجبني جد كتير. حسيت طعمه زيتون. عجبني اكثر من اللي بالعنب. اللي بالعنب هيك حسيت طعمه غريب. وانا هذا فخم يعني، هذا انا بعيده وبشتري ثاني. 9.5 من 10. انا بقيمه 8 من 10. وأنا بقيمه بصراحة ما عجبني كتير فبقيمه 6 من 10. على فكره كريم انت ذوقك صعب. بص الاشياء بتعجبوش، انا هيك لاحظت. طيب أكثر إشي عجبني بهاي الحلقة هو باكيت الشيبسي هذا. عن جد بهاي الحلقه حاسه انها مستضيفاه ببرنامج وجاي على نفسه بقيم معنا الولاد. طبعا هذا كيك عندنا بطعم الفواكه. جيب سكينه يا ميرا، مش هتطول حطها هنا مخبيها. جيبي سكينه على حد عشان ايش نقطع الكيكه لانها كبيره طبعا. طبعا هلا فتحنا الكيكه شايفينها كيف قالب ومبين عليها اشياء شكل هذه الفواكه. حاطين لك برضه حزيز عشان تعرف شكلها على تمسكها. فكره فواكه مجففه. اكيد طبعا هم مش هيحطوا مش فواكه هيحطوا عاديه فواكه. يعني. ايش هذا خربتها هذا عن فتفتت معي. شو لا هذا هي دمرتها. متفتفتة بتتفتفت على طول. كثير شكلها. فتفتت مش عارفه اعمل ولا وحده كثير قاسيه. بتتفتفت على طول. خذ يا كريم، خذ يا كريم. هي صارت فتفيته من ايش قبل ما هذا؟ ليش هيك انا اكلها. عملت؟ هيها والله كانت شكلها طبيعيه، بس انا اللي شكلي مش عارفه اقصد. السكينه هذه خربانه. خذي يا ميرا. مبينه كثير زاكيه. مش عارفه انا قصتها. طعمها حامضه. ما عجبكيش؟ طيب قد بتقيميها؟ 3 من 10. انت كريم. نص من 10. حرام عليكم. على فكرة عجبتني وبقيمها 8 من 10. لا انا قلت لكم بحب الاشياء الحامضة. 8 من 10. لا بتستحق. قلت لكم 7 من 10. سيئة يا جماعة. والله ما سيئة، حسيتكم يعني ما بعرف كل واحد له ذوقه. ضايل اخر حاجة زي ما قلت لكم هذا الجيلي. طبعا هذا انا ما قلت لكم صح؟ ولا قلت لكم؟ المهم هذا الجيلي بطعم التوت والفراولة. لا ما حبيت. طبعا كل واحد عادي بيشتري جيلي وعادي، بس احنا ولا مرة جربنا هذا جيلي. مش جيلي. ايش اسمه؟ مش عارفة. طبعا هذه اخر شغله زي ما قلت لكم، هو عامل زي البونبوني او الجيلي. مش عارفة، أنا بقولها جيلي وهي بتقول جيلي. هيو
طعم الفراوله وطعم هذا التوت. مش جيلي. رح ترى نجربه. اصلا الوانه مختلفه. انا حجرب يلا الفراوله. يا كريم هذا دوق التنين، خد هذه وهذه، خد التنتين، خد اللونين عشان تقيم. خد يا ميرا انتين لونين وانا حقيم هدوق اللونين. خلينا ندوق بالفراوله بأول. انا هي دوقت التوت وانا برضه بلزق في الاسنان كثير. هيا دوق الفراوله. شوي شوي. خدي انا حبيته. ما تعطيه. بخمر 8 من 10. وانت يا كريم؟ ايزي استغفر الله. كريم هذا معك عامل مفعول كيميائي هيك. 9 من 10. انا بقيمه 10 من 10. انا هذا حبيته. لذيذ كثير. هيك خلص فيديو اليوم. اذا حبيتوا الفيديوهات معنا اكتبوا في التعليقات عشان نعملكم فيديوهات اكثر وتنبسطوا. واذا بدكم تحديات معنا تكون احلى وحلوه اكتبوا لنا التحدي اللي فيه اكتبوا لنا التحدي اللي بدكم اياه في التعليقات. واحنا كثير بنحبكم. سلام.